مرحبا بكم في كوجينة يسرى. اليوم جبت لكم خبزة جاتو بنينة وخفيفة على الكيف، تجي لفطور الصباح ولا القهوة العشية. انتي وشنو تحب؟ قوتي للصغيرات تهبل وتعجبهم صدقوني. انا سميتها كيكة العطرشية. علاش كيكة العطرشية؟ على خاطر باش نستعمل فيها كريم باتيسير بنكهة العطرشية اللي هي هذية، وباش نستعمل فيها سكر في عوض الفاني باش نستعمل متاع عطرشية كيف كيف. اذا انتم معناتها هذوكم مش متوفرين معناتها في البلاصه اللي انت فيها، تنجم تبدل كريم باتيسير بالقوم تاع الفاني، تنجم تبدل كريم باتيسير بنوم تاع النوازيت، انت وشنو تحب عليها. المهم تعمل كريم باتيسير هذيك بالمطعم هذاك، ومعاها تبدل مثلا كان عملت فاني تعمل سكر فاني. باش ناخذ حار عظم، الكعبات نتاع العظم لازمهم يكونوا يكيلوا كاس. الكاس اللي انت باش تعملوا معناتها باش تجي تقول لي يسرى الكاس اللي استعملته شنو، نقول لك خذ كاس فقس فيه العظم يجهز لك 4 كعبات عظم، هذاك هو اللي تستعمله. توا باش نفصل الابيض نتاع العظم والاصفر كل واحد وحده. ناخو الزيت نتاعي وكيف كيف باش نصبو بشويه بشويه، ومن بعد باش ناخو الحليب نتاعي وباش نصبو كيف كيف معناتها على مراحل حتى لين نكمل معناتها ندخل السوائل هذيك كلها في الكيك نتاعي. على فكره لو كان انتم مثلا ما عندكمش الكريمه هذيك ولا في الدار وما نجمتش تخرج باش تشريها، تنجم راهو تعمل فرينه عاديه. انا لهنا باش نستعمل 2 كيسان ونص فرينه باش نستعمل عليهم الساشيه نتاع الكريمه هذيك. انت كان مش متوفره عندك تولي تعمل 3 كيسان معناتها نتاع فرينه. لازمك الفرينه راهو تغربلها مليح معناتها تغربلها مش تحطها طول باش يدخل فيها الهواء باش تجيب لك الجاتو خفيف. انا علاش بدلت شويه لهنا عملت نشاء؟ على خاطر نشاء يخفف معناتها الجاتو. تنجم مثلا ما عندكش راهو ساشيه نتاع نشاء هذاك باش تشريه، تولي تعمل 2 كيسان ونص فرينه
ونص كاس نشا. انا ما ننصحكش راهو تعمل جاتو فيه برشا نشا. الجاتو نتاع النشا راهو من الاول هكا هو يبدا سخون، يبدا لك خفيف ومحليه هكا وبنين، اون فوا راهو برد راهو يولي مرصرص مش نورمال. انا جربت كيكه النشا وما عجبتنيش بالكل، صدقوني والله لا عجبتني. من الاول يا فرحت وقلت تهبل الكيكه ذي وهي خفيفه ودرا شنو، هي بردت وانا ولات لي معناتها كلي مرصصه مش حاجه بالكل. الكيك دو بريفيرونس فيه نشا وفيه الفارينه، اما كله نشا ولا الاكثريه نتاعو نشا لا. هذه نصيحتي مني ليكم. وبطبيعة ما تزيد حاجة إلا ما تغربلها وتتأكد اللي ما فيها حتى شيء. الثقة اللي مهما كانت الحاجة اون بلوس معناتها باهي انت كي تغربل حاجتك ويدخل فيها الهواء وتبدا لك معناتها نظيفة. كلي غربلتها من الاول هي الساشي نتاع الكريمه، في بالي نصور طلعت مش نصور، الله غالب ظروف المباشر. وتوا باش نبدا نزيد الفرينه بشويه بشويه وباش نبدا نخلط. ديما حط كل شيء بشويه، ما يسالش وسع بالك، راهو معناتها باش تتخلط لك بالكدا وباش ما يبداش عندك الكعاب راك الكريمو وتبدا معناتها الحاجه نتاعك مرتوبه ومزيانه. وباش نزيد من بعد الساشي نتاع خميره الجاتو، ساشي واحد. مانيش باش نعمل ببليسيتي ولا باش نقول لكم الماركه شو اسمها، مي الماركه هذيك انا تعجبني ونحسها معناتها باهيه في معناتها كخميره معناتها مرطبات. وتشنقع توا نزيد الفرينه نتاعي بشويه بشويه حتى لين نكملها كلها. ومن بعد باش ناخذ طرف من الابيض نتاع العظم باش نزيدو معناتها ونركضوا من الاول. علاش؟ باش يرد لي التكستور نتاع الجاتو معناتها بلو سوبل، كي باش من بعد باش نقعد نزيدها بالسباتول من الفوق للوطه. ديما كي تزيد الابيض هز من اللوطه للفوق وطلع وهكاك دخل بشويه بشويه باش يقعد لك الهواء في وسط الجاتو. ما تزيدش شطط هكا تبدا بيدك هكا مزروبه، لا راهو هذاك ما يجيبلكش الجاتو خفيف. هذه زاده استيوس معناتها بالنسبه للجينواز اللي يسالوا عليها. راهي الجينواز وقت اللي تجي تخدمها لازمك تحطها كيكه بشويه بشويه من اللوطه للفوق وتخلي فيها الهواء. لازم يقعد لك ثم خليط معناتها عالي شويه. اذا انت مثلا زدت الابيض نتاعك ولقيت في الجينواز نتاعك اللي الخليط هبط وولي لك كمشه قد الطرف وشويه، انا ناكد لك راهو الجينواز نتاعك ماهيش باش تجي باهيه وباش تجيك معناتها ورقه خفيفه وتجيك معناتها مرصرصه ماهيش باهيه. هذيك علاش برشا عباد راهي الجينواز ما تنجح لهمش رغم اللي هي سهله على الاخر. معناتها توا كيما قلت لكم زدت شويه من الابيض باش نخلطه باش يخلي لي معناتها الخليط معناتها باهي متجانس الكله. ومن بعد نبدا بشويه بشويه ونكمل الجاتو نتاعي حتى لين نصبه في النور. بسيطة. ساعات تبدا تستعمل عظم انت تبدا تخلط فيه معناتها تبدا تركض فيه وما تلقاش اللي هو فوج ولا اللي هو معناتها سورتو كي تبدا تفصل الابيض وحده والاصفر وحده تلقى اللي الابيض مهما تركض ما طلعلكش. هذاك انا ننصحك ما تعملش بيه جاتو، ما تكملش على خاطر الجاتو نتاعك ماهوش باش يجي اي غي. العظم هذاك قديم مهما كنت انت مازلت كي شريته جديد من عند العطار ولا من اي بلاصه راهو تعدى عليه مده. هذاك واللي برمشي اعملوا اي حاجه اومليت ولا اعملوا في طاجين ولا حاجه ما تعملوش جاتو. راهو ما تلعبش معناتها بالحاجه نتاعك. اذا لقيت العظم ماهوش مفوج ولقيت العظم ماهوش باهي ما غير ما تقمر به وتكمل به بقيه الوحدين ومن بعد تقول يا شبي الجاتو جاني هكا. عزيزتي عينك ميزانك ولازمك تعرف كيفاش تتصرف وتعرف الحاجه اسكو باش تجيك باهيه ولا ما تجيكش. واثق في الحدس نتاعك راهو هذاك صحيح. نصب انا في الخليط توا في المول.
الفور ديجا قاعد يسخن توا عنده كيكه حكايه 4 دقائق درج هكاكا، ما تكثرش. ومن بعد نحطه على 180 درجه ونخليه يطيب. سله الجاتو نتاعي هو توا كتاب وخرج. بسم الله ما شاء الله، والله صدقوني والله بنين، والله تبعوا الوحدين اللي قلت لكم عليها. خليته برد ومن بعد باش نسقيه بالسيرو. علاش انت كي تسقي الجاتو وهو سخون بالسيرو راهو تبقى اللوطه الفوقانيه معناتها باش تشرب لك السيرو هذاك الكل، وباش تلقى اللي تحت اللي له السيرو هبط اللوطه. هذه حاجه انت ما حاجتكش بها، انت حاجتك جوست باش ترد الجاتو فيه لمعه، ولا باش تزينه بنواه كوكو، باش تزينه بالفاكهه، باش تزينه بالجلجلان، بزينه باي حاجه انت معناتها تحب عليها وتختارها. اذا ما هذه حاجه، هذا جاتو راهو ماهوش نتاع شربين نتاع سيرو، هذا جوست للقه. وباش نحط رش فوقه شويه نواه كوكو عندي باش نزينه من الفوق وكهو. خليه يبرد كومبليتمون باش ياخذ لي سافور نتاعو وباش يفهمك المطعم نتاع العطرشيه هذيك. ومن بعد قص وصحه وبالشفاء وكول على روحك. هو ما جاش راهو حلو، راهو بالنسبه للحلاوه راهو جاي بالضبط. قلت انا على اساس اني عندي معناتها نحط القهوه ولا حلوه. انت تنجم مثلا تزيد 2 بغارف سكر كان انت تحبوا معناتها يجيك باهي في الحلاوه. هاو باش نقصه لكم رغم اللي معناتها مازال سخون شويه. هاوكا ديجا مازال سخون كوا. هاوكا كيفاش معناتها والله يصدقوني معناتها بنين، وقد ما يبرد قد ما يبنان وقد ما يولي هكا موالو وفيه بنه وفيه خفه. ان شاء الله وصفه اليوم عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات كالعاده. وكانك مشترك جديد ما تنساش تفعيل الجرس. ومرحبا بيك معنا كيكو جينت يسرى. وان شاء الله في اخر فيديو باش نحط لكم 2 جاتوات بنين على الاخر. نتمنى انكم تجربوهم، الكيك براونيز والكيك ماباي.